السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة انا هعمل معاكم الرز بلبن بطريقة المحلات بالظبط. احنا عندنا محل بيبيع رز بلبن كده، فعجبني طعمه قوي فسألته بصراحة، والراجل ما بخلش عليا بالطريقة، ربنا يبارك له. هنا كده انا معايا نص كيلو رز، غسلته كويس ونقعته ساعتين في المية كده، وهحطه على النار وهحط عليه حوالي لترين مية، وهقلبه كويس بقى واسيبه يستوي كده زي ما انتم شايفين لحد ما الرزاية تتنفش كده وتشرب المية بتاعتها. هضيف لها برضو حوالي نص لتر مية كده عشان بس اخفف بيها السمك بتاع الرز عشان ما يشيطش معايا. وبعد كده انا هضيف له هنا كده حوالي كيلو ونص لبن، ومعايا نص كيلو لبن اللي انا هعمل فيه الاضافات بتاعتي اللي هضيفها على اللبن. وهسيب بقى كده اللبن يغلي مع الرز، وبعد كده هقول لكم بقى نعمل ايه. هيكون معايا طبعا نص كيلو لبن، ومعايا 5 معالق كريم شانتيه، ومعلقتين بس نشا، ومعايا هنا حوالي معلقة صغيرة كده من الفانيليا. هضيف الفانيليا على اللبن، وهضيف عليه الكريم شانتيه والنشا، وهقلبهم كويس قوي. عايزة اقول لكم انا بعمل فكرة بسيطة كده، انا بحاول اعمل اطعام على قدي بحاجات بسيطة. ممكن يبقى في ناس ما بتعملش الحاجات الحلوة دي في البيت، علشان يعني كفاية عليهم بيعملوا الاكل او كده الحاجات الاساسية، بس ممكن ما يقدروش يعملوا الحاجات دي. فانا عملت بصراحة الفكرة دي وقلت انا هطلعهم اطعام، واحنا برضه هناكل منه على فكرة. بس انا عجبتني قوي الطعم بتاعه بصراحة. انا كنت بكلف جامد قوي والطعم كان بيبقى حلو جدا، بس دي عجبتني اكتر. هنا بقى كده انا ضفت الكريم شانتيه، انا غيرت الحلة علشان خاطر الحلة التانية كانت صغيرة شوية، وضفت بقى اللبن اللي فيه الكريم شانتيه والنشا، وشطفت الحلة اللي فيها الكريم شانتيه والنشا بحبة مية صغيرين كده، وحطيت 4 معالق سكر، وهسيبهم بقى كده على النار يغلوا سوا، بس لازم ايدي تبقى فيه علشان خاطر ما يشيطش مني. وانا كان عندي بولة كده كنت مليها قشطة من اللبن اللي انا بجيبه، حطيتها علشان تغني الطعم كده معايا ويبقى طعمه احلى. وهقلبه بقى كويس، وهسيبه بقى يغلي كده لحد ما يطلع فقاقيع معايا. انا ما حطيتش نشا كتير عشان الرز نص كيلو زي ما قلت لكم. اول ما هيغلي معايا ويعمل الفقاقيع دي خلاص كده هو استوى معايا. هسيبه يهدى بقى عشان احطه في الاطباق والكوبايات بتاعتي. طبعا انا الفكره اللي انا قلت لكم عليها دي فكره الاطعام، فكره بسيطه مش هتكلفنا حاجه خالص. يعني بسم الله ما شاء الله عملت معايا كميه كبيره وما كلفتنيش حاجه كبيره، كلفتني فلوس قليله جدا. وبالهنا والشفا لكل اللي هياكلوا. وبصوا عملت معايا كميه حلوه قد ايه، عملت معايا حوالي 21 علبه، والكام طبق دولت احنا هناكلهم. والف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.